زي كل فيديو مثلا بنزله بلاقي حد بيكتب في الكومنتات حوقله بنية تحقيق النجاح. فانت لو بتشوف الفيديو ده وما لقيتش الكومنت ده مكتوب فاكتبه انت. لو حد سألك انت عملت السؤال ده ايه قول له انا ما اعرفش انت بتتكلم على ايه. تقريبا كلكم اتجننتوا اصلا دلوقتي، ما اعرفش انتوا لسه سلام وكامل قواكم العقليه ولا لا. وطبعا مش محتاج اقول لك ان انا الوحيد اللي كان بيبقى مشكوك فيا طول اللجنه بسبب سدادات الودان دي. انا تقريبا كل امتحانات ثالثه ثانوي انا دخلتها بسدادات الودان. انا حرفيا متخيل حالتك وانت بتتفرج على الفيديو ده، شفتوك وانت بتغش. ازيكم يا ابطال ثالثه ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. على غير عادتي ان انا ابدا فيديوهاتي بسلام وكده، بس انا حاسس بيكم دلوقتي. انا حرفيا متخيل حالتك وانت بتتفرج على الفيديو ده، فلا كده لازم اسال واطمن. فطمنونا عليكم في الكومنتات وعرفونا الدنيا تمام ولا لسه مش احسن حاجه. طيب نخش في الموضوع على طول. زي ما واضح من عنوان الفيديو هنتكلم النهارده عن لجنه امتحان ثالثه ثانوي وازاي تتعامل فيها وتاخد ايه معاك وانت رايح وتجهز ازاي للامتحان عموما. مبدئيا كده لو لسه اول مره تشوفني فانا دكتور محمد عزازي، طالب في طب ازهر دمياط، اجمد كليه طب في الكوكب، وبحاول اساعدك علشان توصل لحلمك. فهتلاقي تحت في وصف الفيديو لينك قناة التليجرام بتاعتنا، لازم وحتما ولا بد تنضم ليها علشان هتلاقي عليها حاجات هتفيدك جدا وهتشجعك. واعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الطلاب وكلهم يستفيدوا. ويلا نشوف هنعمل ايه. أول حاجة هنتكلم فيها النهاردة وهي ما قبل لجنة الامتحان. عايزك كده أول حاجة من بيتك لحد اللجنة، سواء بقى هتمشي، هتروح مواصلات، هتركب هليكوبتر، أيا كان، عموما طول الطريق أنت بس بتقول أذكار زي اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. وأول ما تدخل اللجنة نفسها هتقول رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقبل ما تبدأ تحل هتقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بقى وأنت بتحل في الورقة فهتقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولو نسيت أي حاجة أو أي سؤال وأنت بتحل هتقول اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي. مع أي أذكار تانية طبعا زي الاستغفار والصلاة على النبي. زي كل فيديو مثلا بنزله بلاقي حد بيكتب في الكومنتات حوقله بنية تحقيق النجاح. فانت لو بتشوف الفيديو ده وما لقيتش الكومنت ده مكتوب فاكتبه وحوقله فعلا بنية تحقيق النجاح. تاني حاجة معانا لازم تعملها قبل اللجنة وهي إني مش عايزك تبقى رايح اللجنة متغدي، يعني مش متقل في الفطار، لا خالص. عاوزين بطنك فاضية عشان الدم ما يتسحبش أو ما يسيبش دماغك أو مخك وينزل تحت يهضم الأكل اللي أنت أكلته ده. عاوزك بكل بساطة كده مركز جدا، كل أي حاجة خفيفة ويفضل طبعا إنها تكون حاجة مسكرة عشان تزود تركيزك. يا عم هات لك كيس مولت وأنت رايح الامتحان الصبح، إنما ما تزودش في الفطار جامد. وبرضه يفضل تشرب حاجة منبهة أو منبهة، ما ادري، بس حاجة أنت فاهمني، يعني زي القهوة مثلا. لجنتك أو امتحانك الساعة 9 الصبح فاشرب القهوة مثلا الساعة 6 ونص 7. ونيجي بقى للحاجات اللي تاخدها معاك من بيتك أو حتى تشتريها في طريقك وأنت رايح للجنة. أول وأهم حاجة قلمين جاف وقلم رصاص وأستيكة. القلم الرصاص ده أنت هتستخدمه في كل الامتحانات أكتر من القلم الجاف اللي أنت هتسلم الورقة محلولة بيه أصلا. هتحل كل حاجة حرفيا في الأول بالقلم الرصاص، واللي يقف معاك ما تضيعش عليه وقت وعلم عليه برضه بالقلم الرصاص وكمل الباقي عادي جدا، واللي يقف معاك ده هترجع له في الآخر. وبعد ما تخلص خالص هترجع تاني على كل سؤال تراجعه وتتأكد إن إجابتك الأولانية اللي هي بالرصاص صح، وبعدين هتمسحها وتكتبها بالجاف بقى. أو ممكن كمان تستنى شوية، وده اللي أنا أساسا كنت بعمله، إنك تستنى شوية وتراجع كذا مرة بالقلم الرصاص وتسيب القلم الجاف ده متأخر شوية. تاني حاجة هتاخدها معاك من البيت وهي حاجة تسند عليها، وطبعا ما تشغلش دماغك. يعني ما تاخدش حاجة تشككهم فيك وتخليهم يوقفوك، لا خد حاجة سادة كده ما يبانش خالص إن هي فيها صفحات يعني بتتفتح وكده ممكن أنت تكتب فيها حاجة. في حاجات اصلا بتتباع في المكتبه بيتسند عليها كده، ما اعرفش اسمها ايه الصراحه. اشتري لك واحده وخدها معاك اللجنه، وغالبا يعني لو لقوها حاجه عاديه او مفيش منها خوف انك تغش منها فهيسيبوها معاك عادي من غير اي شوشره يعني. يعني خلاصه الكلام ده كله انك ما تاخدش حاجه تشككهم انك ممكن تبقى كاتب فيها اجابه او تغش منها، فاهمني؟ وده كله مش اساسي اصلا. انا عن نفسي ما كنتش باخد حاجه اسند عليها. ثالث حاجه هتاخدها معاك ودي مهمه جدا 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 وهي سدادات الودان. انا تقريبا كل امتحانات ثالثه ثانوي انا دخلتها بسدادات الودان. طب ليه هي مهمة؟ عشان لما بقية اللجنة تبقى بتغش، وطبيعي جدا هتلاقي في بعض اللجان المراقبين سايبين اللجان شوية، فأنت ما تسمعش بقية زمايلك وهم بيغشوا، علشان أولا الغش حرام طبعا يعني، ثانيا هيشتتوك وأنت بتغش، هيشتتوك وأنت بتحل ومش هتعرف تركز. تاني الله يصلح حالك هيشتتوك وأنت بتحل مش بتغش. فخد معاك سدادات الودان دي واعتزل العالم كله وركز في ورقتك، مالكش دعوة بأي حاجة تانية. أنت حرفيا أنت مش سامع أي صوت،
وطبعًا مش محتاج أقول لك إن أنا الوحيد اللي كان بيبقى مشكوك فيّا طول اللجنة بسبب سدادات الودان دي، بس عمومًا ما يشغلكش، أنت بتعمل كل ده علشان مصلحتك، بس لو لقيت المراقب عمل فيها ناصح ومفكرك فعلًا جايب سماعة بتغش بيها، وعلى فكرة في مراقبين أو مدرسين كتير جدًا يعني مش هيبقوا عارفين الحوار ده، هتلاقيه داخل اللي هو مفكرك أنت بتعمل جريمة، اللي هو هاتوا الواد ده، فلو لقيته هيعمل حوار كبير فعلًا فهّمه بالراحة، ما فهمش اقلعها، وحاجة طبيعية برضه يعني إيه مسلمات، بس لازم أقولها برضه عشان الواحد في الآخر كده بتبقى دماغه ضربت. تقريبًا كلّكم اتجننتوا أصلًا دلوقتي، ما أعرفش أنتم لسه سُلام وبكامل قواكم العقلية والّا لأ، فمش محتاج أقول لك طبعًا إنك هتلبس سدادات الودان ديّة في قلب اللجنة بس، يعني ما تجيليش من بيتك لابسها لحد اللجنة لأ، ما تشغّلوش دماغكم يا جدعان الله يصلح حالكم. هل تاخد معاك حاجة في الامتحان تاكلها أو تشربها وأنت بتحل؟ بُص، هو أهم حاجة تاخدها معاك اللجنة إزازة مَيّة، وحاول تاخد حاجة مسكّرة تاكلها في اللجنة. عايز تاخد علبة عصير معاك ما فيش مشكلة، بس أنا عن نفسي أصلًا جيت في أول كام يوم بس اللي خدت معايا إزازة مَيّة، بعدها أصلًا بقيت بانسى. فالموضوع مش أساسي يعني، لأ عادي على حسب لو افتكرت يعني، ولو هتاخد فإزازة مَيّة، عصير، أي حاجة مسكّرة. وده كلّه كان بالنسبة للحاجات اللي تعملها قبل اللجنة. ونيجي بقى للجنة نفسها، ودي مسلمات عادي ما فيهاش رغي كتير، ويعتبر أنا اتكلمت في حاجات كتير منهم في الحاجة الأولانية اللي هي قبل اللجنة يعني. هتقول الأدعية بتاعتك وتلبس سدادات ودانك، وبعدين تبدأ تحل بالرصاص وتراجع وبعدين تعيد تاني بالقلم الجاف، ومش هتغش ولا تاخد أي حاجة من حد حرفيًا مهما حصل. مجموعك لازم يبقى حلال بنسبة 100%، ما ينفعش خالص في تالتة ثانوي بالذات مجموعك يبقى حرام، ده مستقبلك خط أحمر، حرفيًا فلوسك أو شغلانتك اللي أنت هتشتغلها في المستقبل هتبقى فلوسها مشكوك فيها. الموضوع مش سهل، ده حرفيًا أنت بتبني عليه مستقبلك، فابنيه صح من البداية. مهما حصل اوعى تغش أو تاخد كلمة من صاحبك، وبالله عليكم ما فيش حاجة اسمها أنا هاراجع بس الإجابات مع واحد صاحبي في اللجنة قبل ما أسلم الورق، بلاش غباء. هتقول لي طب أنا هاحل الأسئلة لوحدي كلها أصلًا والدنيا تمام بس هاتأكد بس، هاقول لك طب افرض طلعت إجابة منهم غلط وصاحبك قال لك على الصح، هتصلحها؟ ما هو ده يبقى اسمه غش، فما تشغلش دماغك. وطبعًا كل امتحان بيبقى فيه مسودة كده ورا، فعيش فيها حياتك، هي حوالي مثلًا 3، 4 صفحات، اكتب خطوات الأسئلة وكل الحاجات اللي هتفيدك في الورقة، وبعد ما تخلّص سيب العك اللي أنت عكيته فيها عادي ما تمسحوش، عشان لو اللي بيصحح لقاك كاتب الإجابة النهائية في سؤال معين غلط بس رجع بص في المسودة لقى إن أنت تعبان فعلًا في الخطوات وفي الإجابة، فممكن يكرمك ويجبر بخاطرك ويحسبها لك صح، أو على أقل تقدير خالص هيديك نص الدرجة، يعني حسّسه إن أنت تعبان في الإجابة مش غاششها أو جايبها من حد. بالنسبة للمراجعة فأقل عدد مرات لازم تراجع فيه الورقة هُم مرتين. الأسئلة اللي تقف معاك عدّيها وحل غيرها على طول، إنما ما تفضلش واقف عندها وفي أسئلة كتير أسهل منها أنت سايبها، وبعد ما تخلّص الأسئلة السهلة اللي بعدها دي ارجع لها تاني عادي جدًا، الورقة مش هتطير يعني. خلاص خلّصت سلّمت الورقة روّح بيتكم، ولا تقف تراجع مع حد، ولا أنت عملت السؤال ده إيه، ولا خلّصت إمتى، تخلّص امتحان المادة تعمل لها Alt Shift Delete، ولا كأن المادة دي كانت في حياتك أصلًا وبقى لك 17 شهر عمّال مطحون فيها. لو حد سألك أنت عملت السؤال ده إيه، قُل له أنا ما أعرفش أنت بتتكلم على إيه، علشان لو لقيت نفسك عندك غلطة واحدة بس وأنت بتراجع مع حد هتحبط وتكره حياتك وتندم على اليوم اللي دخلت فيه ثانوي أصلًا. وعلى فكرة هيأثّر جدًا على نفسيتك في بقية المواد، فما تأذيش نفسك بنفسك، اللهم بلغت اللهم فاشهد. نيجي بقى لآخر وأهم حاجة معانا وهي موضوع النوم، فقبل الامتحان هتبقى نايم بالليل عادي، اوعى تروح الامتحان مطبّق، لازم تبقى رايح الامتحان نايم كويس ومركّز كويس جدًا، حتى لو في بعض الحاجات أنت سِبتها أو ما لحقتش تجيبها في ليالي الامتحانات من مراجعة أو حل سيبها، إنما اوعى تطبّق عليها وتروح الامتحان مطبّق، نام كويس، مش عاوزك تبقى بتنعس في اللجنة، وافتكر كلامي ده كويس جدًا. وأمّا بقى حوار النوم بعد الامتحان نفسه، فلأ، ما تروّحش تنام على طول، روّح اتغدى وجهّز للمادة اللي بعدها على طول، وبعدين استنى بقى نام بالليل عادي جدًا. لو هتطبّق، طبّق في اليوم اللي قبل الامتحان، إنما مش ليلة الامتحان نفسها، اللي هو أنت هتصحى الصبح تلاقي في امتحان، لأ، يعني خلاصة الكلام ده كلّه إنك ما تطبّقش قبل الامتحان، وبس كده. ده كان حرفيًا كل ما يخُص لجنة الامتحان وتعمل إيه قبلها وبعدها. فلو في حاجة مهمة أنا نسيتها أو في سؤال كان في دماغك وأنا ما اتكلمتش عنه، فاكتبه لي تحت في الكومنتات أو ابعته لي على انستجرام، ده الأكونت بتاعي، أو هتلاقي اللينك بتاعه تحت في وصف الفيديو. كان معكم دكتور محمد عزازي طالب في الفرقة الأولى طب أزهر دمياط، أشوفكم الفيديو الجاي. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا